السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتي اميرة في مطبخي. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة بالشوكولاتة، مش بالشوكولاتة، بالكاكاو، من غير اي شوكولاتة. بصي، بمعلقتين كاكاو هتشوفي اللون والجمال والحلاوة اللي انت شايفاها دي. معلقتين كاكاو، بيضتين، كوبايتين ونص دقيق، كوباية مية، هتعملي احلى كيكة واطعم كيكة ممكن تشوفيها معانا دلوقتي. تعالوا مع بعض هنشوف. يعني انتوا شايفين واخدة مكونات مظبوطة جدا جدا وهشة بدون اي فراغات، بدون اي، بصوا ما فيهاش غلطة، جاتوه في نفسها كده. هنستخدم الخلاط، ولا هقولك مضرب كهربا ولا هقولك عجان. الخلاط موجود في كل بيت. هنا تمام معانا. اول حاجه كده هنضيفهم بيضتين. البيضه دي انا كنت بشاور عليها لان اتكسرت مني وانا بكسرها، عادي هتتضرب في الخلاط. عليهم 4 5 نقط كده فانيليا. ما عندكش فانيليا سايله تستخدمي بودره، يبقى باكت فانيليا او 2 على ما انتي حابه. وعليهم معلقتين خل. والسكر دون حسب الرغبة، انا كنت حطاها يعني طرف السكر اللي فيها كده، ما كانتش مسكرة لان انا عاملاها مع شاي، وعشان الاولاد ما يتضايقوش من طعمها لما تكون الكيكة مسكرة والشاي مسكر، تيجي تاكليهم مع بعض او تشربيهم مع بعض بتدي مرارة في اي حاجة منهم. تمام كده تمام. حطيت اللهم صل على النبي، كوباية مية، تلت كوباية زيت، نص كوباية سكر. عايزة السكر بتاعها ايه خفيف، يبقى كوباية الا ربع. سكر مظبوط يبقى كوباية. هنا بقى معانا الدقيق، كوبايتين ونص نخلتهم كويس من دقيق الكوثر متعدد الاستخدامات. هشيل منهم 3 معالق. معلقتين، هحط بدل ال3 معالق دول معلقتين كاكاو ومعلقة نشا. تمام كده تمام. عليهم كيك شيف، ظرف من اللي هو كيك شيف. وهنخل المكونات دي تاني مع بعضها علشان الكاكاو يختلط مع النشا مع البيكنج مع كيك شيف او بيكنج باودر. يعني ايه هنخلهم كده لان بيبقى في الكاكاو او النشا اي تكتلات هتبان معانا في المصفى بتاعتنا دلوقتي. وهوريها لكم علشان زي لو انتي حطيتيها كده من غير ما تنخليها، يبقى الحاجات دي هتفضل زي ما هي، مش هتختلط مع باقي المكونات، وهتسيب فراغات في قلب الكيكة بتاعتك وهتبوظ منك الكيكة وارتفاعها. بيضتين 2 بس، شايفين الارتفاع وشايفين الجمال في الصينية. الصينية دي مقاس 28. المقدار بتاعها كان وسط، ولا هو عالي قوي ولا هو هابط قوي، يعني كان مظبوط. عايزة تحبيها عالية قوي يبقى في مقاس 24 26. هنا بعد ما دخلنا المكونات والتكتلات اللي كانت موجودة، ايه صفناها برضو كويس. هنا الخليط بتاعنا اللي احنا مجهزينه، بيضتين عليهم فانيليا، عليهم معلقتين خل، عليهم نص كوباية سكر لو خفيف، كوباية سكر لو مظبوط، وكوباية مية وتلت كوباية زيت. وهنضربهم ضرب كويس قوي في الخلاط لحد ما القوام بتاعه يفتح ويبان يعني ايه الخل، علشان الزفارة، وبتخلي قوام الكيكة بتاعتي مظبوط ما فيهوش غلطة. هنا بقى ايه الخليط بتاعي، حسيت ان الدقيق لسه متجانس كده، ما خدش قوام الكيكة اللي انا عايزاه. زودت له كمان نص كوباية مية. ممكن تستبدلي المية دي بالحليب عادي. هنضربهم بقى كده في اتجاه واحد، بلاش تقلبي المضرب يمين في شمال في عرض في طول، هتبوظ منك الكيكة بتاعتك وهتهبط منك وهتبقى عجينة. الضرب زي ما انتم شايفين كده بالايدين في اتجاه واحد، ما تغيريش الاتجاه.
انا ما حبيتش افصل معاكم الفيديو علشان تشوفوا الخطوات كلها. ضربتها ضرب كتير يعني لمدة 5 دقايق بضرب فيها كده بايدي، علشان كل ما هتضربي فيها كل ما القوام بتاعها هينجح معاكي وهيبقى هش وهيبقى مظبوط. هنا بقى احنا كده خلصنا ضرب. شايفين القوام جميل جميل جميل، والكيكة كانت تحفة. بس لو انتي مش هتحبي السكر ما تقوليليش نص كوباية كفاية، علشان لو انتي حباها تبقى مسكرة حطيلها كوباية، حباها مظبوطة يعني مش مسكرة قوي كوباية الا ربع. ما تقوليليش هحط نص كوباية، علشان الكاكاو يا جماعة بيدي مرارة في الاخر. هنا معايا صينية مقاس 28، هدهنها دهنة زيت ألمونيا، تيفال، سيراميك، اي نوع صينية عندك انت كده كده هتدهني زيت. تمام تمام. ما ينفعش هنا تبطني الصينية بالدقيق علشان ده كيكة بالكاكاو يعني غامقة، مش هتجيبي حاجة فاتحة مع حاجة غامقة هتبوظ الشكل خالص. هنا بقى خلصنا الكمية بتاعتنا كده، هنروح بقى الفرن البوتاجاز، تسوية في فرن البوتاجاز او فرن الغاز العادي. هقولك تسويه الاتنين دول تسويهم ازاي. فرن البوتاجاز الشبكة الرف اللي فوق الشواية على نار هادية خالص اكنك بترددي الرز بتاعك، ومش هنشغل الشواية، احنا هنشغل الفرن من تحت مش هنشغل الشواية، لان دي كيكة لونها غامق فمش هيبان فيها ان هي وشها متحمر. في فرن الغاز هتحطي برضو نار هادية جدا جدا من تحت، بس هنولع كمان من فوق على نار هادية برضو جدا جدا، وهتحطي صاج مقلوب كده على وشه، الحتة اللي احنا بنحط فيها كده مقلوب، وقاع الصينية هو اللي فوق. هنحط الصينية بتاعتنا على الصاج دون من فوق، وهنقفل الفرن عليها على مدة 35 دقيقة هتكون متسوية جاهزة معاكي. تمام كده تمام. شايفين بقى الحلاوة؟ كيكة جاتو في نفسها، حرام يتقال عليها كيكة اصلا، طعمها وكانت ريحتها قلب المكان والطعم بجد جميل جدا. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وما تنسونوش بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الرحمن ان شاء الله.